ومليونه وليونه ببيت جده وجوعان كلش. بدلت الملابس مالتي بسرعه وجيت لهذا المطعم مال زهره بالكبه، وهنا أنا حبيت اشوف الاكل شلون ينصب الي قبل لا ينزل. نفسيتهم كلش طيبه واسعارهم كلش مناسبه، وموجود عندهم 3 انواع مرق، اليابسه والتبسي. اكتبوا لي بالتعليقات ليش يسمون الفاصوليا يابسه. والنوعيه الثالثه اللي موجوده عندهم القيمه. بس شوفوا لي الفخذ مال الدجاج شلون مستوي وشكله مرتب. نزل معون الزلاطه ومعون الطرش وراه بسرعه، واهم شيء الحكاكه واليابسه ثم بالشعر ريحته تخبل. والفاصوليا العشق الابدي. لا 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 التبسي الا عالمي. لا 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 الدجاج غير شكل هنا. واحلى شيء ينزل لك الخبز كلش حار، بحيث يجيب الشناقه ويخبزها قدامك ويخليها بالتنور. وهنا استوت الخبزه وراح يجيب لنا اياها حتى ناكلها ويا الغداء. وهنا حرت ابلش بالخاشوقه لاكل بايدي، وقررت اكل بايدي لان شفت السالفه ما تصرف. طبعا الفخذ مال الدجاجه كلش مستوي ومردت بايدي مره. وهسه نذوق الطعم ونقول لكم شلون. الله شاهد الطعم كلش طيب وانصحكم تجربوه. وهسه نجرب اللحم ونشوف شلون بالله مستوي لو لا. طبعا ما اسولف لكم تفتت بيدي وعبالك حلقوم. جبت هاي الخبزايه وخليت اللحم بيها، وهسه راح نخليها وين بالمرقه مال يابسه حتى يصير عندنا الطعم شويه مختلف. بسم الله ونشوف الطعم بالله شلونه. لا 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 مستحيل، الطعم سوالي نتله بدماغي. ورا ما كملنا الغدا مالتنا لازم نشرب